اليومين اللي فاتوا مصر كلها بتتكلم عن نزول اسعار العربيات وهوجة بص مولد وصاحبه غايب والاسعار بتنزل. انا مبدئيا قبل ما اقول اي حاجه في الفيديو ده اقسم بالله والله انا اكتر واحد اتمنى الاسعار تنزل، بس تعالى اقول لكم ايه اللي بيحصل عشان بس ايه ما تبقوش ماشيين ورا كلام ملوش علاقه بالواقع. تعالى اقول لك يعني ايه دلوقتي. الناس اللي عماله تقول اسعار بتنزل بناء على ايه؟ اولا على شويه الخصومات اللي حصلت في عربيات ما بتتباعش. زي ما بقول لك خصومات حصلت في عربيات ما بتتباعش. شيري تيجو 8 ما حدش بيقول لها صباح الخير. تيجو 8 برو مثلا كانت مليون 700 على الكلاب دي جات هوا دلوقتي. المهم على هيونداي توسان خصم بسيط من اللي هي اصلا سعرها فوق ال 2 مليون، والكلام ده اصلا سعرها مش عقلاني ولا بعد الخصم بقى عقلاني، بس برضه خصم بسيط عشان قله المبيعات. شيفورليه كابتيفا ما حدش كان بيقول لها لا صباح ولا مساء الخير، عملوا عليها خصم عشان برضو ايه يعني يبيعوا منها شويه بس كده وبناء على ايه تاني؟ على شويه الماركات الصيني اللي نزلت السوق كتير. الصين منزله ماركات بالهبل ولسه برضو على فكره يعني هي حقل تجارب، مش كل الماركات دي هتنجح. كمان سنه هنلاقي حاجات اختفت ما نزلتش ومش عارف ايه، وفي حاجات هتكمل، فلسه برضو الموضوع ايه مش اللي هو. فالناس دلوقتي بقى عماله ايه، كل واحد بقى حط السوق بمزاجه خلاص. دي المفروض تبقى بكذا ودي المفروض تبقى بكذا. وسوق يا حبيبي تعالى بس قول لي العربيات الزيرو ايه اللي رخص؟ النيسان صاني لسه ب 740 الف او 1000 اوتوماتيك. هيونداي الانترا اي دي التقفيل المحلي لسه بسعرها وعليها اوفر برايس. كوبرا ليون كنت بجيب كوبرا ليون من يومين والله العظيم، اخر واحده عندي كانت بمليون 800، جاي بجيبها من يومين عشان العربيه ناقصه في السوق جدا، بقت مليون 900 عند كل الناس. مليون 900 زايده 100,000 في ظرف اسبوع. الذهب زي ما هو، السكودات والاسعار العربيات اللي بنحكم بيها على السوق لسه زي ما هي. فانت بناء على ايه بتقول لي اسعار رخصت؟ يعني معلش بناء على ايه؟ إيه كلام بوستات ماشيه على النت وناس والله ما فاهمه حاجه ولا ليها في حاجه، وعمال كله عمال يهبد. انا اتمنى الاسعار تنزل، بس حقيقي ما فيش حاجه نزلت. شويه خصومات على العربيات ما بتتباعش ده مش حكم على ان السوق بقى حلو ولا ان الاسعار نزلت. لا ما فيش الكلام ده يا جدعان والله. اتمنى بس يعني انا بوضح لكم بفهمكم. عجبك كلامي على عيني وراسي، ما عجبكش كلامي كانك ما شفتش الفيديو ده واجري بعيد عنه. مش عاجبك اعمل لي انفولو، بس انا بوعيك على اللي بيحصل في السوق بجد عشان ما تبقاش ماشي ورا القطيع وكله عمال الدنيا خربت. مفيش حاجه لسه، يا ريت يبقى في حاجه. خليك فاهم عشان لما يبقى في حاجه تقول دلوقتي بقى في حاجه، لكن دلوقتي حتى الان حتى اللحظه دي مفيش اي حاجه حصلت جديده. مفيش، الدنيا ما انهارتش للاسف. انا اتمنى الدنيا تنزل بس لسه كل حاجه زي ما هي. خليك فاهم، بلاش بقى